كيفكن اليوم رح نحكي عن المشروبات الغازية اللي هي الدايت، اللي هي ما فيها سكر مثل ما مكتوب عليها. طيب، أول شيء لازم تعرفوا إنه في دراسات كتير قالت إنه هذا المشروب ما بيأثر، ما في سعرات حرارية وما في سكر وما بيأثر على الصحة. وفي دراسات كمان تاني قالت لا، إنه والله ممكن يرفع السكر أو يكون في سعرات حرارية وكتير ضرر. فنحن في كتير كلام على هذا الموضوع، أنا رح أعطيكم الخلاصة اليوم. وأفضل جواب يعني على هذا السؤال بصراحة، قد ما في دراسات وقد ما في ناس بتحكي وقد ما ناس بتطلع على السوشيال ميديا ودكاترة ودراسات، فالواحد بضيع. أنا رح أعطيكم الخلاصة عن هذا الموضوع اليوم عن تجربة شخصية، ما رح لكم لا دراسة ولا رح لكم شيء. أفضل جواب عن هذا السؤال هو التجربة الشخصية. أنا لما بعمل حمية قاسية، يعني لما بضطر إني وقف جميع المشروبات اللي فيها سكر حتى من ضمنهم العصير الطبيعي والفواكه. يعني أنا مثلا ولنفرض إنه عامل حسبة للسعرات الحرارية مثلا 2500 سعرة حرارية، ولنفرض على سبيل المثال، فولا مرة حسبت المشروبات الغازية الدايت من ضمن الحمية، ودائما كان يعني الشغل مزبوط، بعمرها ما أثرت علي، ما فيها سعرات حرارية. يعني أنا أوقات بوصل نسبة الدهون بجسمي ل5 و4%، بتوصل نسبة الدهون بجسمي، وبشرب باليوم مثلا علبتين أو 3 علب صغار مشروبات غازية دايت، وما ما فيهم يعني ما فيهم سعرات حرارية ولا أي نوع من السكر. ولكن في شغله هون لازم انتبه لها، انه فيهم كافيين عالي، يعني الكافيين فيهم عالي، والصوديوم كمان. طبعا الصوديوم مو همك، مو اخر همك. الصوديوم موجود باغلب الاكلات، البيض فيه كثير صوديوم، الرز فيه كثير صوديوم، كل الاكل فيه صوديوم، اي شيء فيه صوديوم. فما اظن انه همك يكون الصوديوم، الا اذا بوضع مثلا بطوله او مثلا نازل على ستيج، على طالع يعني تعرض تعمل عرض، فهذا شيء ثاني يعتبر. ولكن همنا الوحيد هون هو الكافيين. الكافيين موجود بنسبه كبيره بالصودا، او هو المشروبات الغازيه الدايت. فيعني ما اعتقد انه كثرته مثلا راح تكون مفيده، اكيد راح تكون ضاره بسبب كثره الكافيين. ولكن نحن عم نحكي عن علبتين باليوم، مثلا علبه او علبتين صغار باليوم ما بيأثروا نهائيا. يعني انا كنت ادخل مثلا من علبتين ل3 علب صغار باليوم اشربهم، ما كانوا يؤثروا علي نهائيا. وفي دراسات بتقول انه الاسبرتام هو المحلي، هذا المحلي اسمه اسبرتام، ممكن يأثر على خلايا سرطانيه او يكون مسبب او يكون له علاقه بالسرطانات. طبعا ما في دراسه اثبتت هذا الكلام مليار بالميه، بس يعني انه في كلام على هذا الحكي. طبعا انا ما يعني اذا ما عندك شيء مو وراثي، او اذا عندك شيء مثلا لا سمح الله يعني بجسمك من البدايه، طبعا الدكتور هو اللي بيقول لك شو تاكل شو ما تاكل. ولكن اذا انت جسمك طبيعي ما فيك اي شيء، ما اظن انه علبه او علبتين باليوم، يعني علبتين باليوم صغار، ما اظن انه ياثروا عليك نهائيا. وانا عم اقول لك ما فيهم سعرات حراريه. ولكن يفضل، انا بعطيكم نصيحه من عندي، يفضل تشرب المشروب الغازي اللي ما فيه الوان. يعني المشروب الغازي اللي ما فيه الوان، مثل مثلا الكولا او البيبسي، فيهم الوان، ففيهم صوديوم اعلى وكافيين اعلى. فيفضل انك تفوت على السبرايت مثلا او السفن اب، هدول ما فيهم كافيين، او الكافيين اللي فيهم شيء لا يذكر. فهذا الموضوع افضل انك تاخذ مشروب غازي بدون الوان، افضل منك تاخذه بالوان. يعني هيك بكون ضرره اقل من المشروب الغازي اللي بالوان، اذا كان طبعا باي، بغض النظر اذا كان على طعمه البرتقال او كولا، بغض النظر. بس المشروب الغازي اللي ما في طعمه، يعني لونه ابيض مثل السبرايت او السفن اب مثل ما حكيت، افضل من المشروب الغازي اللي فيه الوان. فانا كنت بصراحه اعمل يعني قد ما سمعت وحكيت ودرست وشفت، في دراسات شفت اطلعت عليها من مواقع بيقولوا انه بيرفع الانسولين. فانا كنت بصراحه لما اكون على حميه قاسيه واشرب مثلا علبه سبرايت دايت مثلا او 7 اب دايت مثلا، اعمل عندي انا جهاز تحليل سكر، فافحص السكر عندي ما يرتفع السكر. في ناس بتقول لك لا، الجسم بفكروا سكر وبيرفع وما بيرفع. هذا الحكي انا على نفسي انا عم احكي. لما كنت حلل السكر او افحص السكر بعد ما اشربه ب5 دقائق، ما في اي ارتفاع بنسبة السكر. ممكن واحد تاني يرتفع عنده السكر، ممكن جسم يختلف عن جسم، سبحان الله ما بعرف. ولكن انا عم لكم انه انا كنت اعمل فحص سكر بعد ما اشربه، ضليتني اعمل فحص سكر على اسبوع كامل، ما في اي ارتفاع لنسبة الانسولين بجسمي. يعني اذا انت عامل صيام متقطع مثلا، ممكن تشرب منه عادي، ما في اي مشكلة. هذا كل شيء اليوم. اذا عجبكم الفيديو يا ريت شير ومنشن لاصحابكم. اشوفكم الفيديو الجاي.